ادي اللي بناخده من تحكمات الرجاله. اعملي فطير اعملي فطير، اديني يا اخويا عملت لك الفطير. هو موصوف لك يعني النهارده يا حماده في الجو الحار ده والفران زحمه موت؟ الله يسامحك يا شيخ. يا ربي الجو ده يا وليه. اعملي فطير اعملي فطير زي ما اكون يا اخويا موصف لك الفطير النهارده في الجو الحار ده، والغلا باكلها على 3 فطاير. امال لو كنت عملت 10 يا اخويا كنت جيت امتى؟ سهام جيتي؟ الحمد لله على السلامة. الله، ريحة الفطير مالية الشقة يابا، الله يبارك لك. بقول لك ايه، هناكل الفطير اللي هو يا سهام. يا حماد ايه يابا؟ عملت لك الفطير اهو يا اخويا. عارف والله انني تعبك معايا، معلش الدنيا ولعة والجو نار، الله يكون في عونك يا رب. بس انا بيني وبينك هي النهارده كده ايه، طلبت معايا فطير، قلنا ناكل فطير النهارده. بألف انا وشفا يا حماد. الله يبارك لك يابا، رب تسلمي. بص طب اشوفه كده، استنى بس اهدى. صراحة ريحته قلب الشقة. طب اهدى عشان لسه جاي من الفرن ولسه ساخن يا حماد. عيب عليك، واحنا يفرق معانا جاي من الفرن ولا ايه يعني ساخن يعني؟ ما تخافيش، انا هاخد حته كده بس من على الطرف ادوجه يا ست. في ايه من ريحه نفسي؟ لهوي يا لهوي عليه، ما قلت لك تهدى شويه لسه ساخن يا حماد. ده والقران شكلك فرحانه فيا. بقول لك ايه، انا هدخل اجيب العسل والجبنه عشان ناكل. طيب بقول لك لا، بقول لك ايه بقى، اسمعيني إيه؟ انت الاول قبل ما تجيب العسل والجبن. انا هقوم كده بسرعه اغير جلابيتي، هغير هدومي، عقبال انت ما تلفي لي فطيرتين هاخدهم اوديهم لابويا. لابوك؟ هو الراجل ده ماله؟ جرى في عجله؟ هو نسي ان ابوه مات من 3 سنين ولا ايه؟ الراجل ده باين جرى له حاجه في عجله. حماده ايه يا بنتي، في انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ ما تعيد الكلام اللي انت قلته ده كده تاني. اعيد الكلام؟ يا اخويا بقول لك يابا، عقبال ما اغير جلابيتي لف لي فطيرتين هاخدهم اوديهم لابويا. انت كويس يا حماده؟ سلامة عجلك يا اخويا. مالك؟ هو انت ناسي ان ابوك ميت بقاله 3 سنين ولا ايه؟ ابويا ميت بقاله 3 سنين؟ والله انت اللي هبله، انت دماغك تعبانه. لا ابويا عايش يما، ما ماتش. خلص بس لف لي فطيرتين كده عقبال ما اغير هاخدهم اوديهم له. الراجل ده جرى له. وانت يا اخويا بقى بسلامتك اللي هتوديهم ولا هيبعت حد ياخدهم؟ اوديهم ولا بقى انت بتهزري يعني؟ لا هو اللي هيجابني ياخدهم، هديهم لابويا يد بيد. انا هديهم له، هو اللي جاي. ده انت ايه مالك يا حماده؟ انت ناوي تكتب على هبلي ولا ايه؟ ليه؟ هتوديهم لابوك ازاي؟ اوديهم لابويا ازاي؟ عند اخواتي. ابويا قاعد عند اخويا، ابويا قاعد عند اخويا، ابويا قاعد عند اختي. لما اروح لاخويا وانا شايل له في ايده فطيره واخبط عليه باب شقته في وسط عياله ووسط مراته، اخويا هيفتح لي، هسلم عليه، هلاقي ابويا قاعد على الكنبه، هيعمل لي كده ويقول لي تعالى يا ابني، جدع يالا راجل، بتسال على اخوك وبتسال على عيال اخوك، شايل فطيره وجاي لاخوك تضوج عيال اخوك، يا زين ما خلفت، يا زين ما ربيت، انت ترفع الراس، ابني يالا جدع، خلفت راجل، خلفت ذكر. والفطيره التانيه هاخدها اوديها لاختي. عارفه لما اروح اخبط على اختي هلاقي ابويا حداها هناك، ده ابويا هو اللي هيفتح لي الباب، هيجابلني على السلم يقول لي تعالى اطلع يا راجل، اطلع يا جدع، تعالى في حضني يالا، يا زين ما خلفت ويا زين ما ربيت، انت راجل شايل فطيره وجاي تسال على اختك بدل ما تسيبها في بيت العيله كل من هب ودب ويعايرها ويقول لها انت عويله ومالكيش حد. انا هديهم لابويا يابا يد بيد. انا ابويا قاعد عند اخواتي، لف لي فطيرتين يا سهام عشان اقوم اوديهم لابويا. على الاقل ابويا في وسط الميتين اللي جنبه يبقى فخور بينا، الناس يقولوا له بص انت خلفت رجاله، انت خلفت راجل جدع بيسال على اخته وبيسال على اخوه. قوم يا سهام لف لي فطيرتين عشان اوديهم لابويا. يلا يابا. عندك حاج يا حماد؟ حاضر من عينيا، هدخل الف لك الفطيرتين عشان توديهم لابوك يا اخويا. طب الله يبارك لك. مش كده برضو؟ مش انا بقول كده؟ ما تمثلش، ما تظبطهاش، الله يسترها معاك، ما تظبطهاش. مش كل ما تبقى قاعد في قاعده وتيجي سيره ابوك تعيط وتقول الله يرحمك، الله يرحمك يابا، ربك ما بيضحكش عليه. انت لو بتحب ابوك هتصل رحمك، هتراعي اخوك، ما تبقاش تروح على تربه ابوك يا اسطى وتعيط تقول وحشني يابا. انت ما بتحبوش. انت لو بتحب ابوك هتود اختك، اختك الناس كلت وشها بتتعاير بيك بيقولوا لها يا عويله اللي مالكيش حد. الله يسترها معاك يا ابن الناس. عايز تراضي ابوك بعد ما يموت رضيف اخواته، الله يسترها معاك. بتحب ابوك اسال على اخوك، اقف جنبه وربي معاه عياله. بتحب ابوك مش بالكلام، اسال على اختك وروح خد عيالها على حجرك وطبطب عليهم وراعيهم ويحس ان الخال والد. عايز تراضي ابوك اسال على اخواتك، عايز تود ابوك اسال على اخواتك. يا راجل على الاقل ابوك حتى بنام في تربته في نومته وهو بيتفخر بكم قدام الناس، بيقول خلفت رجاله مش خلفت عيال ملهاش عازه. ما تبقاش تروح تعيط على تربه ابوك وانت مقاطع اخواتك عشان ربك ما بيضحكش عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.